تواصل سلطات القنيطرة تحت الإشراف المباشر لعامل الإقليم عبد الحميد المزيد تنفيذ عمليات إجلاء وإيواء الساكنة المتضررة جراء الارتفاع المسجل في منسوب وادي سبو، وذلك في إطار مقاربة استباقية تروم حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين. وإلى حدود الساعة تم إيواء ما يقارب 44 ألف شخص داخل مراكز ومخيمات مجهزة مع تأمين وجبات غذائية منتظمة. كما تم إحداث عيادة طبية ميدانية داخل فضاءات الإيواء إلى جانب مواصلة توزيع قفف غذائية، فضلا عن توفير الأفرشة والأغطية في إطار الدعم والمواكبة المتواصلة. صار سيدنا الله يعاونه، الله يحفظه، الله يخليه لينا، ورا كل شيء موفر عندنا، كل شيء مزهز، الامن خدام، كل شيء كاين، ما خاصنا حتى حاجه. الله يحفظك يا سيدي ويخليك لينا، الله ينصرك، الله يخلي لينا الامن الوطني كامل. الماكله كاينه، كل شيء، حوايج كاين، المنطاد كاين، الحوايج كاين، ما خاصنا سيدي حتى حاجه. والله يشافيك والله ينصرك على ما عاداك، والله يخلي لنا سيدنا والدوله ديالنا من طنجه لقويره وكل شيء موجود.